عليكم متابعيني. تعالوا خلينا نشوف فوائد الزنجبيل وشنو قال رب العالمين عليه. قال تعالى: قال الله عز وجل: ويسقونها فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. شوف شنو الفوائد مالته، تعالوا خليني اشرح لكم واوصل لكم الفكره وان شاء الله تستفادون من عنده. قبل كل شيء سووا له حركه الاكسبلور والمتابعه حتى غيركم يستفاد من هذا الحساب. شوف الفوائد مالته، سبحان الله كم فائده بي تقريبا بال 16 فائده و15 فائده للجسم. تعالوا خليني اشرح لكم ان شاء الله. اول فائده شنو هي؟ واحد، كابح للشهيه. شنو كابح للشهيه؟ يعني قاطع للشهيه. اثنين، يساعد على ازاله الالتهابات مال المعده. اكو التهابات تصير بالمعده، هو يساعد على ازالتها. ثلاثه، ينشط الكبد. اربعه، مضاد للغثيان العفو والدوار، يعني الدوخه اللي عندك والغثيان اللي يصير عندك. خمسه، يساعد على علاج القولون. سته، يزيد من نسبة المناعة في الجسم. سبعة، يساعد على علاج أمراض الشقيقة. بعض الفوائد مالته سبحان الله. ثمانية، يساعد على إزالة الأرق والأعصاب. تسعة، يساعد على تقوية الذاكرة. 10، يساعد على علاج العيون. 11، يساعد على أمراض الربو. يعالج أمراض الربو. 12، يعالج مرض الزكام، يعني من تعطس العفو من تقح بالشتاء، الله يشفيكم الامراض. 13، يساعد على علاج امراض الجهاز التناسلي. 14، يمنع من تجمد الاطراف. 15، يعالج امراض المفاصل. سبحان الله. بعض فوائد الزنجبيل اللي هو عالم ما تدخل البيت. سمعت هسه الفوائد مالته، وسمعت شنو رب العالمين قال: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يعني مو أنا حاكي ولا عالم حاكي ولا دكتور حاكي، زين رب العالمين نفسه قاعد يقول لك تجيب هذا الشيء دخله لبيتك واستخدمه. سمعتوا كم شغله بيه؟ كم فائده؟ 15 فائده الجسم الانسان. تقدر تسوي عصير، تقدر ويا الاكل، تقدر ويا انا انصحكم نصيحه: تستخدموه الصبح والظهر وبالليل. راح تقولوا لي كابتن شلون؟ الصبح ويا الزلاطه، الظهر ويا الزلاطه، العشاء ويا الزلاطه. سمعت شنو الفوائد مالته؟ وان شاء الله تستفادون من عنده، والف عافيه.